السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية بكالوريا، أهلا وسهلا بكم. بإذن الله تعالى هتبدأ العظمة في التاريخ بإذن الله مع منهج تانية بكالوريا ومع الدرس الأول بناء الدولة المصرية. نتوكل كده على الله. منهج في منتهى الجمال وفي منتهى السهولة، مفيش أي حاجة صعبة، مفيش أي حاجة صعبة. بإذن الله تعالى هنظبط لكم منهج التاريخ بإذن الله تعالى. طيب، بيقول لي أولا في درس بناء الدولة، أولا مفهوم الدولة. بيقول لي الدولة هي وحدة سياسية تشغل حيزا جغرافيا محددا وتضم شعبا يقيم إقامة دائمة ويخضع لقوانينها وتديرها سلطة منظمة تباشر اختصاصها بما يحقق الأمن والاستقرار وتمارس سيادتها على شؤونها الداخلية والخارجية. ركز كده معايا. بيقول لي أولا يعني إيه دولة؟ مفهوم الدولة بيقول لي الدولة هي وحدة سياسية. يعني إيه يا مستر وحدة سياسية؟ ركز معايا. أول ما أقول لك وحدة سياسية بقصد أي دولة في العالم، ولكن الدولة دي لازم تكون دولة موحدة. برضو يعني أنت عندك زمان كان عندك مملكة الشمال في مصر القديمة، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. دي ما ينفعش اقول عليها ان هي دولة. ليه؟ لان هي مش موحدة، مش وحدة واحدة، مش وحدة سياسية. تمام؟ انما بعد ما الملك نعرمر نجح في ان هو يوحد مملكة الشمال ومملكة الجنوب في دولة واحدة وفي وحدة واحدة، تمام، اصبحت ايه في الوقت ده؟ وحدة سياسية. يعني دولة، اي دولة في العالم بنقول عليها وحدة سياسية. يعني مصر وحدة سياسية، إيطاليا وحدة سياسية، تونس وحدة سياسية. إذن الدولة هي وحدة. وحدة يعني يا مستر؟ يعني دولة موحدة. تمام. سياسية يعني ايه سياسية؟ يعني ليها حدود سياسية معروفة. زي مصر كده، ايه هي حدودها السياسية؟ 1,000,000 كيلومتر مربع، يحدها من الشمال البحر المتوسط، يحدها من الغرب دولة ليبيا، من الجنوب السودان. وحدة سياسية موحدة ذات حدود سياسية. إذن الدولة هي وحدة سياسية تشغل حيزا جغرافيا محددا معروف. الدولة تشغل حيزا جغرافيا. يعني ايه مستر حيزا جغرافيا؟ يعني مساحة. مساحة. أول ما أقول لك حيز جغرافي يعني مساحة. تمام؟ حيزا جغرافيا محددا. خلاص؟ طيب، يعني محددا؟ يعني معروف أوله من آخره، شماله جنوبه شرقه غربه، زي مصر كده. حيز الجغرافي بتاعها ايه؟ المساحه كام؟ 1,000,000 كيلو متر مربع. تمام؟ اذا الدوله هي وحده سياسيه. الوحده السياسيه دي عرفتها انا كده، تشغل ايه؟ واحد، حيزا جغرافيا محددا اللي هو مساحه الدوله. تمام؟ اتنين، تضم شعب. اي حته ارض، اي مساحه، اي حيز جغرافي من غير شعب هو ملوش اي قيمه. لازم تكون، والا هتكون ايه؟ حته ارض ايه؟ جرداء ملهاش اي لازمه. تمام؟ اذا بنقول عليها ايه كده يا جماعه؟ تضم شعب. لازم الحيز الجغرافي دوت اللي هو المساحه يكون ايه؟ يضم ايه؟ يضم شعب. تمام؟ والا مثلا الصحراء مش عارف، او اي صحراء او المريخ، تمام، ما فيهوش ناس، ليه قيمه مهما كان غني. طيب، اذا الدوله وحده سياسيه تشغل ايه؟ حيز جغرافي اللي هو المساحه. اتنين، تضم شعب يقيم إقامة دائمة. لازم الشعب ده يكون مقيم وبينتمي للدولة دي بشكل دائم. يعني بشكل دائم يعني مش عايش حياة تنقل وترحال. خلاص؟ زي ما كان زمان الناس عايشة. لازم يكون ايه؟ مقيم إقامة دائمة داخل الدولة ويخضع لقوانين الدولة. بص يا باشا، الدولة عشان تقدر تقول عليها دولة، ايه اللي بيميزها عن الأنظمة القبلية والكلام ده كله؟ ان هي بتخضع لقوانين ونظام والسلطة. تمام؟ هو ده اللي بيميزها عن ايه؟ عن اي حاجة تاني. اذا تخضع لقوانينها. تمام؟ اذا الدولة تاني هي وحدة سياسية تشغل واحد، تشغل حيز جغرافي محدد اللي هي مساحة الدولة، المساحة. اتنين، تضم شعب. شرط الشعب ده ان هو ايه؟ يقيم اقامه دائمه ويخضع للقوانين. حلو. 3، تديرها سلطه منظمه تباشر اختصاصها. ركز معايا. لازم الدوله دي، خلاص انا بقى الوقت بقى عندي ايه؟ مساحه من الارض عايش عليها شعب. تمام؟
لازم هنا اهو، لازم الشعب ده محتاج حد يديره. في مثل عندنا بيقول لك ايه؟ اللي مالوش كبير بيشتري له كبير. دي يا جماعه سنه الدنيا، تمام، وسنه الحياه. لازم البشر لازم اول ما بيكتروا منعا لحدوث الفوضى لازم سلطه تدير الدوله. وانت ديك شفت العرب قبل الاسلام كانوا عباره عن قبائل متفرقه ملهاش اي قيمه، تمام. اول ما جه الاسلام وحدهم تحت قائد واحد وهو الرسول، ومن بعديه الخلفاء الراشدين قادوا العالم. ليه؟ لانهم اصبحوا منظمين. اذا يا جماعه كده لازم الدوله ديت لازم تديرها سلطه منظمه، حكومه، رئيس، قائد، في قوانين، في سيستم جوه الدوله، والا هتحصل فوضى، والا هتقلب بغابه. القوي هياكل الضعيف. اذا تديرها سلطه منظمه. السلطه دي تباشر اختصاصها. اذا السلطه ديت زي ما هنشوف مختصه بحاجات معينه وفقا لقوانين معينه، منعا لان السلطه دي بدل ما هي اللي بتحمي الدوله وبتنظمها تصبح هي اللي بتبطش وبتظلم جوه الدوله وهي اللي بتبوظها. اذا يا جماعه تمام، تديرها سلطه منظمه تباشر اختصاصها زي ما هنشوف، لها خصوصيات ولها اختصاصات معينه وادوار معينه هتقوم بيها بما يحقق الامن والاستقرار. المهم ان دور السلطه ده بيعمل ايه؟ بيحقق الامن والاستقرار وتمارس سيادتها، يعني سلطتها، خلاص، على شؤونها الداخليه والخارجيه. ركز معايا. اذا ركز معايا تاني. الدوله هي ايه؟ هي وحده سياسيه. عرفنا يعني وحده سياسيه، يعني كتله سياسيه، دوله موحده، تمام، لها حدود معروفه. ايه اللي هيميزها؟ ايه اركان الدوله؟ واحد، تشغل حيز جغرافي، المساحه، تضم شعب يقيم اقامه دائمه ويخضع لقوانينها. 2 3 تديرها السلطه منظمه تباشر اختصاصها يعني ادوارها. ايه الهدف من ده كله؟ واحد، بما يحقق الامن والاستقرار. الهدف من ده كله ايه؟ من اركان الدوله دي ايه؟ تحقيق الامن والاستقرار. 2 تمارس سيادتها يعني سلطتها على شؤونها الداخليه والخارجيه. لازم السلطه ديت لازم علشان تقدر تحقق لي الامن والاستقرار تمارس سيادتها. يعني ايه سيادتها يا جماعه؟ يعني ايه كلمه السياده؟ يعني الاستقلال في القرار، ان انا يكون ليا سيطره على الدوله في الشؤون الداخليه والخارجيه. يبقى لازم السلطه ديت تكون سلطه وتديرها سلطه منظمه تباشر ادوارها بما يحقق الامن والاستقرار وتمارس سيادتها يعني استقلالها وسيطرتها على حاجتين: الشؤون الداخليه اللي هو الشعب، اداره الشعب، والخارجيه اللي هي العلاقات الدوليه. خلاص؟ وده يا جماعه مفهوم الدوله. تاني كده مفهوم الدوله، قال لي الدوله هي وحده سياسيه. الدوله هي وحده سياسيه، تمام. ايه هي اركان الدوله؟ واحد، تشغل حيز جغرافي محدد اللي هو قلنا عليه ايه؟ مساحه الدوله. 2 تضم شعب، يبقى كده المساحه وفوقها هيعيش شعب، تضم شعب. الشعب ده شرط ان هو حاجتين: يقيم اقامه دائمه ويخضع لقوانين الدوله، يطيع الدوله وقوانينها ويحترم قوانينها. طيب، تديرها سلطه منظمه. 3 يبقى احنا محتاجين كمان سلطه منظمه زي ما هناخد كده سلطه تشريعيه وسلطه تنفيذيه وسلطه قضائيه، تمام. تباشر اختصاصها. ايه الهدف لما هتباشر اختصاصها السلطه المنظمه ديت؟ بما يحقق الاستقرار والامن. حلو. وتمارس سيادتها يعني سيطرتها ونفوذها وقوتها، تمام، على شؤونها الداخليه والخارجيه. خلاص كده؟ طب لو خلاص كده يا جماعه، اذا كده ممكن تقدر تقول لي كده ايه هي اركان الدوله؟ اولا الحيز الجغرافي اللي هو المساحه. 2 الشعب اللي هيعيش على المساحه ديت، تمام. 3 السلطه اللي هتدير الشعب، صح ولا لا؟ عشان منعا للفوضى. 4 السياده بتاع الدوله. اركان الدوله بيقول لك ايه؟ تنص الماده الاولى من الدستور المصري على ان جمهوريه مصر العربيه دوله ذات سياده موحده لا تقبل التجزئه
ولا ينزل عن شيء منها. ركز معايا، بيقول لي تنص المادة الأولى من الدستور. يعني إيه يا مستر دستور؟ بص يا باشا، الدستور ده هو العمود الفقري بتاع الدولة، من غيره الدولة دي صفر. لازم أي دولة يا جماعة لازم يكون لها دستور، هو العمود الفقري، هو أساس الدولة. يعني مثلا زي احنا عندنا كده في مصر، الدستور في المادة الثانية عن دين الدولة، دين الدولة الإسلام، مش عارف الشريعة الإسلامية هي المبادئ الرئيسية للتشريع في مصر. طب النظام الحكمي، نظام الحكم جمهوري، رئيس الجمهورية يحكم كام سنة؟ 4 سنين. دي يا جماعة العمود الفقري اللي بينظم حالة الدولة وكل حاجة جوه الدولة. بيقول لي المادة الأولى، تنص المادة الأولى من الدستور المصري بتنص على إيه؟ على أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، دولة ذات سيادة، ذات استقلالية تامة، تمام؟ موحدة لا تقبل التجزئة، دولة موحدة، واحدة، وحدة سياسية زي ما خدنا في الأول، لا تقبل التجزئة. ما ينفعش حد مثلا، يعني أنا عندي 27 محافظة، ما ينفعش واحد مثلا يروح ينفصل بمحافظة المنيا ولا أسيوط ولا اسكندرية ويقول لك أنا خلاص أنا انفصلت، تمام؟ دولة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري. نظام الدولة ماله يا مستر؟ جمهوري، خلاص؟ ديمقراطي. إذا نظام الدولة كده يا مستر جمهوري. إيه ده؟ إذا الدستور المادة الأولى بتنص لك إيه؟ إن نظام الدولة جمهوري، لأن أنا عارف أصلا نظام الدولة ممكن يكون مختلف، ممكن يكون ملكي، ممكن يكون برلماني، ممكن يكون شبه ملكي، خلاص؟ ملكي زي السعودية كده وبريطانيا، تمام؟ لا، أنا نظام الدولة هنا إيه كده؟ نظام الدولة كده إيه؟ جمهوري، خلاص؟ يعني جمهوري، يعني جمهور الناس، الشعب هو اللي بيحكم، هو اللي بينتخب وبيجيب الرئيس، خلاص؟ الجمهور هو اللي بيحكم. إذا نظام الدولة في مصر إيه؟ جمهوري، ديمقراطي، يعني بيجي الشعب، بيجي الرئيس عن طريق مين؟ الانتخابات. الديمقراطية، إيه هي الديمقراطية؟ هي حكم الشعب لنفسه، تمام؟ طيب، يقوم على أساس المواطنة، إن كل الناس سواسية أمام القانون وسيادة القانون. تاني يا مستر، إذا كده تنص المادة الأولى من الدستور على أن 1. جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، دولة مستقلة في قراراتها. 2. موحدة لا تقبل التجزئة، دولة موحدة واحدة لا تقبل التجزئة، ما ينفعش حد يستقل بجزء من الدولة، تمام؟ زي ما مثلا كده ما احنا بنشوف بيحاولوا يعملوا في سوريا أو في السودان، تمام؟ ولا ينزل عن شيء منها. نظامها ايه؟ 3. نظامها ايه؟ جمهوري ديمقراطي، اي الشعب هو اللي بيحكم. طيب، يقوم على ايه النظام دوت؟ حاجتين، اساس المواطنة وسيادة القانون. عشان كده هو ده سر ان الدولة تكون دولة نظامية ما فيهاش فوضى، تمام؟ اذا نظام الحكم الجمهوري الديمقراطي ده يقوم على حاجتين، اساس المواطنة، الحرية في وسط الناس، تمام؟ وسيادة القانون. الشعب المصري جزء من الأمة العربية، واضح ان الشعب المصري جزء من الأمة العربية، دولة عربية يعمل على تكاملها ووحدتها. طيب، ومصر جزء من العالم الإسلامي، دولة إسلامية عظيمة، دين الدولة الرسمي هو الإسلام، تمام؟ تنتمي إلى القارة الأفريقية، نفتخر بانضمامنا إيه؟ أو نفتخر بانتمائنا للقارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي. إيه يا مستر؟ إحنا دولة أفريقية. حبيبي، إحنا بيقال عننا إن إحنا دولة أفرو آسيوية، يعني حضرتك أنت في جزء من شبه جزيرة سيناء ينتمي إلى قارة مين؟ آسيا، فلينا امتداد آسيوي. طيب، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية، كده دي المادة الأولى من الدستور. قال لي كده المادة الأولى من الدستور المصري تنص على 1. أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، استقلال تام. 2. موحدة لا تقبل التجزئة، لا ينزل عن شيء منها. 3. نظامها جمهوري ديمقراطي. النظام الجمهوري الديمقراطي ده بيقوم على أساس كم مبدأ؟ 2. المواطنة وسيادة القانون، إن الحكم لمين؟ للقانون. حلو. طيب، الشعب المصري هو جزء من الأمة. الشعب المصري نظامه إيه؟ انتمائنا إيه؟ هويتنا إيه؟
جزء من الأمة العربية، واحد. تمام. ومصر جزء من العالم الإسلامي، ده الهوية ده. تمام. طيب 3 تنتمي إلى القارة الأفريقية. 4 بنفتخر وبنعتز بامتدادنا الآسيوي. تمام. وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية. أركان الدولة. طيب عندي كام ركن يا مستر من أركان الدولة؟ يعني إيه أصلا أركان؟ ركز معايا. أركان الدولة يعني أساسيات الدولة اللي أنا لسه قايل لك عليها دلوقتي. كام ركن؟ أولا الشعب. 2 الحيز الجغرافي، المساحة اللي أنا اتكلمت عنها فوق اللي هيعيش عليها الشعب. 3 السلطة. 4 السيادة. دي أركان الدولة في أي مكان. علشان أقدر أقول إن الدولة دي دولة لازم يكون عندي 4 أركان. أولا الشعب هو أساس الدولة. 2 الحيز الجغرافي اللي هي المساحة. 3 السلطة اللي هتحكم الدولة وهتديرها وفقا للقوانين زي ما خدنا فوق. تمام. 3 أو 4 السيادة. أولا الشعب. يعني إيه شعب؟ بيقول الشعب يشمل الشعب جميع المواطنين. ركز معايا. يبقى هو الشعب اللي بيشمل جميع المواطنين المقيمين داخل حدود الدولة أو خارجها ممن يحملون الجنسية المصرية. اصحى. إذا كده هو يا مستر مفهوم الشعب قال لي يشمل الشعب جميع المواطنين المقيمين داخل حدود الدولة أو خارجها ممن يحملون الجنسية المصرية. يعني الشعب نوعين، يا إما إن هم مواطنين عايشين جوه حدود الدولة دي زي مثلا زينا احنا كده عايشين جوه مصر، يا اما اخواتنا اللي هم متغربين بره البلد بس بيحملوا الجنسيه المصريه، سواء بقى متغربين عايشين بره مثلا في السعوديه او في امريكا او في اي دوله بغرض الشغل او بغرض الاقامه او بغيره. تمام. اذا كده المهم ان هو بيحمل الجنسيه المصريه. تاني الشعب قال لي يشمل الشعب جميع المواطنين المقيمين داخل حدود الدوله او خارجها ممن يحملون الجنسية المصرية، من اللي بيحملوا الجنسية المصرية. وتبسط الدولة سيادتها عليهم، يعني قوتها وسلطتها عليهم وفقا للقانون. وفقا لمين؟ للقانون. يعني الدولة مسيطرة على الشعب سيطرة تامة ولكن وفقا للقانون. ما ينفعش حد يبسط سيطرته على الشعب بعيدا عن القانون، وفقا للقانون. تمام. وكلما خلي بالك كان الشعب واعيا بحقوقه، كل ما الشعب يكون فاهم حقوقه وواجباته، الحقوق اللي هي ليه والواجبات اللي عليه، ده هيؤدي لايه؟ كانت الدولة اقوى واكثر تقدما. اذا امتى الدولة بتكون اقوى واكثر تقدما؟ لما الشعب بيكون على دراية ووعي تام بحاجتين: حقوقه جوه الدولة دي وواجباته. تمام. ساعتها امتى ايه اللي هيحصل؟ ساعتها ستكون الدولة اقوى. اهو تاني، وكلما كان الشعب واعيا بحاجتين: حقوقه وواجباته، ايه اللي هيحصل؟ كانت الدولة اقوى واكثر تقدما. ولا يقتصر دور الشعب على الوجود العددي فقط. العملية مش عملية عدد، مش 50 مليون او 100 مليون. اديك شايف دولة مثلا زي تركيا 88 مليون متقدمة عن دول مثلا عددها 700 مليون و800 مليون. تمام. العملية مش بالعدد. اديك شايف الشعب الياباني، خلاص. اديك شايف مثلا سنغافورة. تمام. اعداء الدول قليلة وان كانت اليابان عددها كبير، ولكن القيمة في الفرد نفسه اللي عايش جوه الدولة. تمام. فهنا بيقول لك ولا يقتصر دور الشعب على الوجود العددي فقط، انما بل يمتد ليشمل بقى. المهم تأثير العدد ده مش المهم العدد، العملية مش بالكثرة، المهم ان العدد ده يكون مؤثر قد تمام فقط، بل يمتد ليشمل المشاركة الفعالة في بناء الدولة وتنميتها وحمايتها. ركز معايا. دولة بنجلاديش مثلا عددها ما يقارب 180 مليون مثلا. دولة اليابان عددها ما يقارب 120 مليون. أيهما أكثر تأثيرا؟ تمام. أيهما أكثر تأثيرا؟ دولة فرنسا مثلا، تمام، من أقوى 10 اقتصادات في العالم، عددها مثلا ما يقارب 60 مليون. تمام. هي الأكثر تأثيرا مثلا في العالم ولا دولة بنجلاديش ولا شعب بنجلاديش؟
خلاص. فهي يا جماعه الفكره في ايه؟ الفكره في انه مش بالكثره العدديه، بالتاثير. تاني يا جماعه، تاني، ولا يقتصر دور الشعب على الوجود العددي فقط، مش العمليه عمليه عدد بس، انما ايه؟ بل يمتد بقى ليه؟ ليشمل المشاركه الفعاله في بناء الدوله وتنميتها. لازم الشعب دوت او العدد بتاع الشعب دوت يكون ماله؟ مشارك في بناء الدوله وتنميتها، وايه كمان؟ وحمايتها. طب ازاي هيبني الدوله ويحميها؟ زي هنشوف دلوقتي. اذا ركز معايا، يعني ايه الشعب؟ قال لي يشمل الشعب جميع المواطنين المقيمين داخل حدود الدولة أو خارجها، ممن يحملون الجنسية المصرية. حلو. وتبسط الدولة، يعني وتسيطر الدولة، تمام، وتبسط الدولة سيادتها عليهم بالعنف، بالبلطجة؟ لا، وفقا للقانون. الدولة هتسيطر على الشعب دوت وعلى الناس المقيمين داخل حدود الدولة أو خارجها وفقا للقانون. وكلما كان الشعب واعيا، كل ما كان الشعب واعيا بحقوقه وواجباته، ايه اللي هيحصل؟ كانت الدولة أقوى وأكثر تقدما. امتى الدولة هتكون متقدمة وقوية؟ لما يكون الشعب واعي بحقوقه وواجباته. ولا يقتصر دور الشعب على الوجود العددي فقط، الشعب مش مجرد عدد فقط، إنما إيه؟ يمتد ليشمل المشاركة الفعالة في بناء الدولة وتنميتها. إزاي الشعب هيشارك في بناء الدولة وحمايتها وتنميتها؟ اللي عن طريق ما يلي. واحد، عن طريق ما يلي. واحد، المشاركة السياسية. يبقى ازاي الشعب هيشارك في تنمية الدولة وحمايتها وتنميتها؟ واحد، المشاركة السياسية. ازاي يا مستر الشعب هيشارك سياسيا؟ واحد، اختيار الحكام وممثلي الشعب. اختيار الحكام وممثلي الشعب عبر ايه؟ عبر الانتخاب، وابداء الراي في القضايا العامه. ركز معايا. والانضمام الى الاحزاب السياسيه ومؤسسات المجتمع المدني، ومراقبه اداء الحكومه من خلال ممثليهم في مجلس النواب. مستر انا مش فاهم حاجه، ركز معايا. بيقول لك هنا اهو ان علشان الشعب ده يكون فعال وله دور فعال في بناء الدوله وحمايتها، لازم اول حاجه ان هو يكون عنده مشاركه سياسيه. طب المشاركه السياسيه دي هتتم من خلال ايه؟ قال له واحد، اختيار الحكام وممثلي الشعب. ان الشعب دوت يشارك سياسيا في الانتخابات، فيختار الرئيس ومين كمان؟ وممثلي الشعب اللي هم اعضاء مجلس النواب. تمام؟ طيب ركز معايا. والحكومه نفس القصه، لان الحكومه بتيجي عن طريق ايه؟ الانتخابات. نفس القصه. اذا اختيار الحكام اللي هو الحاكم رئيس الدوله، وممثلي الشعب اللي هي الحكومه ومجلس النواب، عبر مين؟ عبر الانتخاب. ان انت حضرتك تنزل، انت ليك صوت، تنزل تنتخب. تمام؟ وابداء الراي في القضايا العامه، يكون شخص ذو راي جوه الدوله. خلاص؟ طيب، وابداء الراي في القضيه العامه والانضمام الى الاحزاب السياسيه. لازم يكون كل شخص يا جماعه ليه دور في السياسه، تمام، عن طريق الانضمام الى الاحزاب السياسيه ومؤسسات المجتمع المدني. ومؤسسات، يعني ايه مصر مؤسسات المجتمع المدني؟ يقصد هنا بالجمعيات الخيريه والاعمال التطوعيه. ان انت لازم تكون مشارك في مؤسسات المجتمع الايه؟ المدني، اللي هي الجمعيات الخيريه، الاعمال التطوعيه. ومراقبه اداء الحكومه يا باشا، لازم تراقب اداء الحكومه، ده من حقك. تمام؟ طب انا يا مستر انا هسيب شغلي واقعد اراقب الحكومه ليل نهار؟ لا طبعا يا باشا. هتراقبهم عن طريق مين؟ ممثليهم في مجلس النواب. يعني ايه يا مستر ممثلين في مجلس النواب؟ يعني ايه؟ ركز معايا. انت دلوقتي عندنا حاجه اسمها اعضاء مجلس النواب، اللي بيتم انتخابهم وفقا لكل دايره. احنا مثلا في مثلا كل مركز بيبقى فيه واحد او اثنين او ثلاثه عضو مجلس شعب. ده بيتم الناس هي اللي بتنتخبه. ليه؟ على اساس ان هو يمثل الدايره دي او يمثل المجموعه من الناس دي. تمام؟ يمثلهم في مجلس النواب، يعرض مشاكلهم، يتكلم باسمهم. خلاص؟ طيب اذا انا ازاي هراقب اداء الحكومه؟ من خلال ممثلي مجلس مين؟ مجلس النواب، اللي هو مجلس الشعب، واللي هي السلطه هناخدها دلوقتي، السلطه التشريعيه. اذا يا مصر ازاي الشعب هيشارك في المشاركه السياسيه؟ قال لي من خلال اختيار
الحكام. ركز معايا الله يبارك لك. اذا معايا تمام. ازاي الشعب هيشارك في بناء الدولة وحمايتها؟ الواحد عن طريق المشاركة السياسية اللي هتتم من خلال مين؟ المشاركة السياسية الواحد اختيار الحكام اللي هو رئيس الدولة وممثلي الشعب اللي هم أعضاء مجلس النواب. عبر مين؟ هختارهم ازاي؟ عن طريق الانتخابات. بس كده؟ الاثنين. ابداء الرأي في القضايا العامة، ان انا يكون لي رأي في القضايا العامة والمصيرية للدولة. ثلاثة الانضمام الى الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني اللي هي الجمعيات الخيرية والتطوعية. حلو. 4 مراقبة اداء الحكومة من خلال مين؟ ممثليهم في مجلس النواب. فهي مشكلة يا باشا. 2 ازاي برضو الشعب هيقدر ان هو ينمي الدولة ويحميها؟ الاثنين. دعم امن الدولة واستقرارها. ازاي انا اقدر ادعم امن الدولة واستقرارها؟ قال لي من خلال الاتي: الالتزام بالدستور اللي احنا اتكلمنا عنه فوق، اللي هو اللي بيحدد الدولة، العمود الفقري للدولة، التزم بيه. الالتزام بالدستور والقوانين، ما تمردش على القوانين. مش مجرد ان القوانين مش على مزاجي او مش على هوايا ان انا ما نفذهاش واعترض عليها. اهو بص، الالتزام بالدستور والقوانين واحترام القوانين اللي الشعب اختارها خلاص من خلال ممثلي ايه؟ مجلس النواب اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، اللي هي السلطه التشريعيه. تمام؟ طيب، واحترامها، وايه كمان؟ والتعاون مع مؤسسات الدوله. يعني ايه مستر مؤسسات الدوله؟ مؤسسات الدوله دي اللي هي عندك الجيش، الشرطه، مجلس النواب. خلاص؟ كل دي يا جماعه اسمها ايه؟ مؤسسات الدوله. تمام؟ ونبذ العنف والتطرف والارهاب. ان انت ترفض العنف. نبذ يعني ايه؟ يعني رفض العنف والتطرف والارهاب. اذا 2 ازاي ادعم امن الدوله واستقرارها؟ اللي عن طريق 1 الالتزام بالدستور، ان انت تلتزم بمواد الدستور وتحترمها. دين الدوله الاسلامي يبقى تحترم دين الدوله. مصر نظامها جمهوري ديمقراطي، تحترم نظام الدوله. تمام؟ طيب، الالتزام بالدستور والقوانين المختلفه واحترامها والتعاون مع مين؟ مع مؤسسات الدوله. اذا 1 الالتزام بالدستور والقوانين المختلفه واحترامها والتعاون. 2 والتعاون مع مؤسسات الدوله. 3 نبذ العنف والتطرف والارهاب. اذا كده هقدر ان انا ادعم امن الدوله واستقرارها. اذا 2 يا مصر، ازاي اقدر ان انا انمي الدوله واحميها واخليها تنهض؟ ازاي؟ عن طريق 2 دعم امن الدوله واستقرارها من خلال ايه؟ الالتزام بالدستور والقوانين المختلفه واحترامها والتعاون مع مؤسسات الدوله ونبذ العنف والتطرف والارهاب. 3 المساهمه في تحقيق التنميه الاقتصاديه، وده دور اقتصادي. طيب، ازاي مستر هسام في اقتصاد الدوله؟ عن طريق 1 العمل والانتاج في مختلف القطاعات. ان انا لازم اعيش انسان منتج، ما اكونش انسان كسول. خلاص؟ اهو العمل والانتاج في مختلف القطاعات. لازم يا جماعه كل واحد فينا ان هو يكون ليه دور في الدوله، ان هو من خلال المكان او من خلال عمله ان هو يقدر يخدم الدوله اللي هو عايش فيها والمجتمع والناس. وده اعظم غايه واعظم هدف في حياه الانسان، ان هو يكون مؤثر في الناس. خلاص؟ اذا هيكون طبعا مؤثر فين؟ من خلال ايه؟ من خلال عمله وشغله. اذا العمل والانتاج في مختلف القطاعات، سواء بقى ايه؟ قطاع صناعي، قطاع زراعي، تكنولوجيا. ودفع الضرائب التي تمول المشروعات العامه. دفع الضرائب دي طبعا احنا عارفينها، اللي هي الضرائب اللي هي النور والكهرباء، وفي اصلا مصلحه اسمها مصلحه الضرائب. ليه؟ قال لي ان بيتعمل منها المشروعات العامه اللي هي زي مشروعات الميه ومشروعات الكهرباء. محطه كهرباء بيتعمل ده كله منين؟ من خلال الضرائب. وتشجيع الاستثمار والمبادرات الاجتماعيه، يعني الخطط الاجتماعيه. لازم ان انا اشجع الاستثمار والخطط الاجتماعيه، اللي مثلا الاستثمار اللي هو زي مشاريع هتتعمل في البلد او حاجه. اذا المساهمه في تحقيق التنميه الاقتصاديه. هساهم ازاي انا من خلال تحقيق التنميه الاقتصاديه؟ قال لي من خلال العمل والانتاج فين؟ في مختلف القطاعات، قطاع صناعي، قطاع زراعي الى اخره، تعدين، بترول. طيب، دفع الضرائب ده دورها ايه؟ هي اللي بتمول المشروعات. طيب، 3 تشجيع الاستثمار والمبادرات المجتمعيه. اذا هقدر ازاي يا مستر؟ ازاي يكون الشعب له دور في بناء الدوله وتنميتها؟ اللي من خلال 1 المشاركه السياسيه،
2 دعم امن الدوله واستقرارها. 3 المساهمه في تحقيق التنميه الاقتصاديه. 4 الحفاظ على هويه المجتمع. ازاي مستر احافظ على هويه المجتمع؟ قال لي من خلال 1 الحفاظ على، اصلا يا مستر يعني ايه هويه مجتمع؟ اول ما اقول لك هويه مجتمع يعني الدين، العادات، التقاليد، اللغه. خلاص؟ طيب الحفاظ على هويه المجتمع، الحفاظ وذلك من خلال الحفاظ على التراث المادي الثقافي، يعني التاريخ المادي الثقافي للدولة اللي انت متوارثه من أجيال قبل كده. خلاص؟ الحفاظ على التراث المادي الثقافي واحترام العادات، واحترام عادات وتقاليد المجتمع، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن. إذن 1 الحفاظ على التراث المادي الثقافي، دين الدولة تحافظ عليه، عادات وتقاليد الدولة تحافظ عليها، أهم مكتسبات الشعب ومكتسبات الدولة على مر الأجيال تحافظ عليها. اوعى تسيب الدين بتاعك إن حد يقلل منه. خلاص؟ إذن الحفاظ على التراث المادي واحترام عادات وتقاليد المجتمع. في عادات وتقاليد نشأنا عليها توافق الدين وتوافق القيم والمثل العليا، لازم ان احنا نحافظ عليها. وتعزيز قيم الانتماء، لازم تعزز قيم الانتماء لوطنك وللغتك ولدينك. خلاص؟ وتعزيز قيم الانتماء والولاء لمين؟ للوطن. اذا 4 يا مستر. 4 ازاي انمي الدولة واحافظ عليها، تمام، واحميها؟ اللي من خلال الحفاظ على هوية المجتمع، من خلال 1 الحفاظ على التراث المادي الثقافي اللي هي اللغة والتاريخ والدين، واحترام 2 واحترام العادات وتقاليد المجتمع. 3 وتعزيز الانتماء والولاء لمين؟ والولاء للوطن. طيب 5 ازاي كمان احافظ على، ازاي الشعب يحافظ وينمي ويحمي الدولة؟ قال لي الدفاع عن الوطن من خلال ان انا ادافع عن الوطن. طب هدافع عن الوطن من خلال ايه؟ مساندة القوات المسلحة ودعمها معنويا يعني نفسيا. طيب يبقى ان انا ايه؟ مساندة القوات المسلحة ودعمها نفسيا معنويا. تمام؟ طيب والمشاركة في الأعمال التطوعية وقت الإيه؟ وقت الأزمات والكوارث. أولا مساندة القوات المسلحة ودعمها معنويا، لازم إن أنت تساند الجيش بتاع بلدك. تمام؟ إن أنت لما تطلب للتجنيد إن أنت تكون جاهز للدفاع عن الدولة، وإيه كمان؟ ودعم الدولة إيه؟ معنويا، أو دعم القوات المسلحة معنويا. تمام؟ إزاي مستر اقدر ان انا ادعم القوات المسلحه معنويا؟ تمام؟ بان انا اشجع الصناعات، مثلا اخترعوا طياره جديده، اخترعوا صاروخ جديد. ان انا اقدر يا جماعه ان انا اقدر ان انا ادعم دوت نفسيا. خلاص؟ طيب المشاركه في الاعمال التطوعيه وقت الازمات والكوارث. اصحى بقى. بص يا باشا، للقوات المسلحه مش دور بس كده اللي هو وقت الحروب. القوات المسلحه والجيش، وده في اي دوله على فكره، في وقت الزلازل والكوارث الضخمه، تسونامي او حاجه تضرب الدوله، حضرتك لازم هنا اهو تدافع عن الوطن من خلال ان انت تتطوع في الازمات والكوارث ديت. خلاص؟ وده احنا بنشوفها يا جماعه، وده احنا بنشوفه ان الجيوش او المواطنين اول ما بيحصل ازمه او كارثه زي زلزال مثلا قوي، زي ما شفنا كده الزلزال اللي كان في تركيا من كام سنه، تمام، او تسونامي اللي هو زي اللي كان في اندونيسيا في 2004. تمام؟ في الوقت ده لازم انت حضرتك هنا ايه؟ يجي دورك ان انت تدافع عن ايه؟ عن البلد، بان انت تكون شخص متطوع وتنقذ الناس. اذا 5 الدفاع عن الوطن من خلال حاجتين: 1 مساندة القوات المسلحة ودعمها معنويا. 2 المشاركة في الاعمال التطوعية وقت الازمات وايه؟ والكوارث. وبكده يا جماعه احنا عرفنا ازاي ان الشعب بيقدر ان هو يحمي او يشارك في بناء الدوله وحمايتها وتقدمها. اذا كده يا جماعه ازاي الشعب بيكون له دور في بناء الدوله وحمايتها عن طريق 5 حاجات: 1 المشاركه السياسيه، واللي بتتم عن طريق ايه؟ اختيار ايه؟ الحكام من خلال الانتخابات. 2 دعم امن الدوله واستقرارها. 3 المساهمه في التنميه الاقتصاديه وده دور اقتصادي. 4 الحفاظ على هويه المجتمع. و5 الدفاع عن الوطن. وبكده يا جماعه خلصنا الركن الاول من اركان الدوله وهو الشعب. عرفنا اول حاجه يا جماعه
مفهوم الشعب، وبعد كده عرفنا ازاي الشعب دوت يساهم في بناء الدولة وتقدمها. الركن الثاني يا جماعة من أركان الدولة وهو، ركز معايا، الحيز الجغرافي. ركز معايا بالله عليك في الجزء دوت عشان في منتهى الأهمية. الركن الثاني من أركان الدولة اللي اتكلمنا عليه وهو الحيز الجغرافي أو اللي بنقول عليه المساحة. طيب إيه هي المساحة بتاع الدولة؟ إيه هي الحيز الجغرافي؟ قال لي الحيز الجغرافي للدولة هي الرقعة المحددة. قال لي هي الرقعة المحددة التي تمارس الدولة سيادتها عليها. يعني ايه الرقعة المحددة؟ يعني حتة الأرض أو المساحة المحددة. طب مساحة مصر كام؟ مليون كيلومتر مربع، تمام؟ طيب هي الحيز الجغرافي الدولة هي الرقعة المحددة، المساحة المحددة التي تمارس الدولة سيادتها عليها. الدولة تمارس ايه؟ سيادتها عليها. طب بتشمل مين؟ اليابس اللي هي الأرض اللي احنا بنمشي عليها، البر، الحدود البرية، تمام؟ تشمل اليابس اللي هي الارض، والمياه الاقليميه. المياه الاقليميه اللي هي ايه؟ اللي هي الحدود بتاع الدوله جوه البحار، اللي هو زينا احنا كده يا جماعه، حدودنا جوه البحر الاحمر والبحر المتوسط. يا مستر هو احنا لينا في الميه دي؟ طبعا يا ابني، ليك حاجه اسمها ايه؟ المياه الاقليميه بتاعتك بتاع الدوله، اللي لو حد دخل مخدرات ولا محاولة تهريب ولا أي دولة حاولت إن هي تخترق، مش ممكن الدولة يا جماعة يتم اختراقها عن طريق البحر، فلازم تكون ليك مياه إقليمية بتحدد حدودك. طيب والمياه الإقليمية ودي حدود بحرية، والمجال الجوي، وهنفهمه إزاي المجال الجوي ده؟ يعني إيه يا مستر مجال جوي؟ حتى الجو فيه حدود طبعا، تمام؟ ولا تقوم من دون وجود حدود محدده معترف بها من قبل دول الايه؟ العالم. لازم يكون في حدود. طب انا حدودي مين يا مستر؟ انا بيحدني من الشمال البحر المتوسط، ومن الجنوب دوله السودان، ومن الغرب دوله ليبيا زي ما هنشوف. طيب يلا اذا تاني يا جماعه، يعني ايه حيز جغرافي؟ يعني حيز جغرافي قال لي الحيز الجغرافي للدوله هي الرقعه المحدده، يعني مساحه الارض المحدده التي تمارس الدوله سيادتها، يعني سلطتها عليها، تمام؟ طيب وتشمل ايه؟ واحد، ثلاث حاجات. واحد اليابس اللي هي الارض، اثنين المياه الاقليميه، ثلاثه اللي هي الحدود البحريه، يعني ثلاثه المجال الجوي. ولا تقوم الدوله من دون وجود حدود معترف بها. من غير وجود حدود معترف بها من قبل العالم، الدوله دي مش هتبقى لها ايه؟ اي اعتراف. اولا الحدود البريه يا جماعه، الحدود البريه ايه يا مستر؟ قال له واحد اليابس اللي هي الحدود اللي على الارض، اليابس مالها؟ قال لي عرفها لي. هو المساحه، اليابس اللي هو ايه؟ هو المساحه الارضيه التي يعيش عليها السكان. المساحه الارضيه اللي بيعيش عليها ايه؟ السكان، اللي هو احنا مين يا جماعه؟ احنا ايه المساحه الارضيه بتاعتنا؟ مليون كيلومتر مربع. هو المساحه الارضيه التي يعيش عليه السكان، وتمتد داخل اطار الحدود السياسيه. بتمتد داخل اطار الحدود السياسيه للدوله، وتتمثل في الاتي. طيب تاني يا مستر، هو اليابس اللي هو المساحه الارضيه، المساحه التي يعيش عليها السكان، اللي السكان عايشين عليها، وتمتد داخل اطار الحدود السياسيه للدوله. بتكون داخل اطار حدود السياسيه لمين؟ للدوله، وتتمثل في الاتي. تعالوا كده يا جماعه نشوف. طيب دي الحدود السياسيه لدوله مين يا جماعه؟ لدوله مصر اهي. دي كده الحدود الايه؟ السياسيه لدوله مين؟ لدوله مصر، تمام؟ تعالوا كده يا جماعه نشوف الدوله. اولا اطار الحدود السياسيه لدوله مصر. تعالوا نشوف بقى حدود الدوله عندنا عامله ازاي. اولا انا عندي اربع حدود يا جماعه: جنوبيه، خلاص حدود جنوبيه، شرقيه وغربيه وشماليه. اولا الحدود الجنوبيه، الحدود الجنوبيه. طيب ايه هي مصر الحدود الجنوبيه؟ طبعا يا جماعه الجزء ده متاخد من جغرافيا السياسيه ثالثه ثانوي نصا، تمام؟ طيب هو يا جماعه الحدود السياسيه، الحدود الجنوبيه قال لي تمتد من دائره عرض 22 درجه جنوبا، والتي رسمت عام 1899 لتفصل مصر عن السودان. ركز معايا، انا عندي هنا في الحدود الجنوبيه، تمام؟ عندي هنا في الحدود الجنوبيه، تمام، دائره عرض 22 درجه جنوبا. طيب ركز معايا،
انجلترا يا جماعه لما جت تقسم مصر عن السودان اثناء اتفاقيه الحكم الثنائي اللي خدتها قبل كده في التاريخ في ثالثه اعدادي، تمام، قسمت مصر، تمام، وراحت جايه في الجنوب عملت لك ايه؟ قالت لك احنا هنيجي عند دائره عرض 22 درجه شمالا، شمال دائره الاستواء، يعني شمال دائره الاستواء، هنيجي عند درجه كده 22 درجه، تمام، وايه؟ وهو ده يا فندم الخط الفاصل ما بين مصر والسودان. هي دي حدود البلد، وراحوا شادين كده خط مستقيم. اذا الحدود دي حدود ايه؟ الحدود الجنوبيه لمصر الفاصله بين مصر والسودان حدود ايه؟ حدود فلكيه. حدود ايه؟ فلكيه. راح قال لك ايه؟ هي دي الحدود اللي ما بين مصر ومين؟ ما بين مصر والسودان. حلو. اذا الحدود ده ما بين مين ومين؟ الحدود الايه؟ الجنوبيه. يبقى اول حدود معايا مين؟ الحدود الجنوبيه اللي تفصل ما بين مين؟ مصر والسودان. تم رسمها على اساس ايه؟ تم ترسيم الحدود ده على اساس ايه؟ دائره عرض 22 درجه جنوبا، جنوب مصر يعني، تمام، والتي رسمت عام 1899 اللي احنا قلنا ايه؟ اتفاقيه الحكم الثنائي لتفصل مصر عن السودان. وبكده الحدود الجنوبيه التي تفصل مصر عن السودان هي حدود فلكيه. طيب يلا نشوف اللي بعده. الحدود الشرقيه او الحدود الشماليه. طيب انا عندي هنا يا جماعه الحدود الشماليه اللي هي انا يحد مصر شمالا، حافظ من زمان، يحد مصر شمالا مين؟ البحر الايه؟ المتوسط. ودي حدود ايه يا جماعه؟ حدود بحريه. طيب قال لي ايه؟ تمتد من خط ساحل البحر الايه؟ المتوسط، هنا اهو في الشمال اللي هو خط الساحل اللي هو الشاطئ بتاع البحر الايه؟ المتوسط. طيب 3. اذا يا جماعه كده الحدود الجنوبيه حدود فلكيه عند دائره 22 عرض، عند دائره عرض 22 درجه جنوبا تفصل مصر عن السودان. حلو. بعد كده عند الحدود الشماليه يحد مصر من الشمال البحر المتوسط. طيب 3. الحدود الشرقيه. خلي بالك ركز بقى معايا في الحدود الشرقيه. طيب تمتد من خط ساحل البحر الاحمر، خط ساحل البحر الاحمر وخليج العقبه. وخليج ايه؟ وخليج العقبه. خط ساحل البحر الاحمر وخليج العقبه شرقا، تمام، بالاضافه لخط الحدود البريه بين مصر ومين؟ مصر ودوله فلسطين، والتي رسمت عام 1906 قبل طبعا نشأة الكيان. تمام، ركز كده معايا. 3. الحدود الشرقيه قال لي تمتد على خط ساحل البحر الاحمر. خلاص، ودي حدود كده بحريه عند ساحل البحر الاحمر هنا يا جماعه، تمام. طيب ايه كمان؟ خليج العقبه شرقا. دي كده حدود بحريه بس كده مصر؟ قال لي لا، قال لي كمان ركز كده معايا اهو، قال لي ايه كمان؟ عندنا كمان جزء بري من الحدود الشرقيه هو اللي هو الخط الفاصل بيننا وبين دوله مين؟ فلسطين، بالاضافه لخط الحدود الفاصل، خط الحدود البريه بين مين؟ مصر ودوله فلسطين، والتي رسمت في عام 1906 يعني اوائل القرن العشرين. خلاص، اذا الحدود الشرقيه مصر كده حدود بحريه بريه اللي بتمتد منين؟ خط ساحل البحر الاحمر وخليج العقبه شرقا، بالاضافه لخط الحدود البريه الفاصل بين مصر وفلسطين والتي رسمت عام 1906. طيب فاضل لي كده الحدود الايه؟ الحدود 4. الحدود الغربيه. طيب ركز معايا. الحدود الغربيه قال لي تمتد على خط طول 25 درجه غربا، والتي تمثل الحدود السياسيه الفاصله بين مصر ودوله ليبيا، والتي رسمت في عام 1925. ركز معايا، ركز معايا. ادي الخط الفاصل ما بين مين؟ ما بين دوله مصر ومين؟ وليبيا. طيب شفت زي ما احنا عملنا في السودان، جينا كده عند خط دائره عرض 22 جنوبا، رحنا قلنا هي ده الخط العرض كده مره واحده كده، ميه واحده مستقيم كده ما بين مصر والسودان. جم عملوا كده في ليبيا، راحوا عاملين خط طول عند 25 درجه غربا، وراح عامل ايه؟ وراح مديني هنا الحدود، وراح قال لك ده الخط الفاصل ما بين مين ومين؟ دوله مصر ومين؟ وليبيا. تمام؟ اذا برضه يا جماعه الحدود الغربيه تعد حدود ايه؟ فلكيه. ليه فلكيه؟ لان هي متقسمه على اساس ده خط طول وهو كام؟ 25 درجه غربا.
اذا كده يا جماعه كده ده ايه؟ ده بالنسبه ليابس الدوله الايه؟ الدوله المصريه. قال لي يا مستر هو كده حدود مصر؟ قال لي اليابس. اولا اليابس ماله يا مستر؟ اللي هو البر، يعني هو المساحه الارضيه، حلو، التي يعيش عليها السكان، تمام، وتمتد داخل اطار، يعني داخل الحدود السياسيه للدوله، وتتمثل في حدود مصر ايه بقى يا مستر؟ قال لي واحد شمالا البحر المتوسط، جنوبا دولة السودان. طيب تم تقسيمها على اساس ايه؟ 22 درجة جنوبا. خلاص اهو دايرة عرض 22 جنوبا تفصل ايه؟ رسمت امتى؟ 1899 اللي تفصل مصر عن السودان، اهو 22 درجة جنوبا. طب شمالا خط الساحل عند البحر المتوسط اهو. طيب غربا الحدود مع ليبيا، رسمت على اساس 25 درجة خط طول ايه؟ غربا اهو. طيب 3 خط طول 25 غربا والتي تمثل الحدود السياسيه الفاصله بين مصر ودوله ليبيا، رسمت امتى؟ 1925 اوائل القرن او الربع الاول من القرن العشرين. حلو. 3 ركز معايا بقى في الحدود الشرقيه، خدنا خط الساحل البحر الاحمر، تمام، خليج العقبه شرقا، بالاضافه لخط الحدود البريه ما بين مصر وفلسطين، رسمت امتى؟ 1906. في مشكله كده يا جماعه بالنسبه للجزء الاولاني اللي هو اليابس اللي هو الحدود على البر. نخش على اللي بعده يا جماعه، المياه الاقليميه للدوله. طيب اللي هي الحدود البحريه باختصار. قال لي خلي بالك ده بقى الحدود بتاع الدوله جوه البحر. طب انا عندي كام بحر يا مستر في مصر؟ قال لي عندك 2، البحر الاحمر والبحر المتوسط. ركز معايا، المياه الاقليميه للدوله. ايه هي المياه الاقليميه؟ تعرفها ايه؟ قال لي هي المساحات البحريه التي تمتد عاده لمسافة 12 ميل بحري. بص الميل البحري ده اللي هو 1800 ما يقارب 1852 ايه؟ متر، يعني ما يقارب 2 كيلو متر. طيب يبقى الميل كده ما يقارب كام؟ ما يقارب 2 كيلو ايه؟ 2 كيلو متر مربع من الخط الاساسي. تاني ايه هي المياه الاقليميه؟ اللي هي المساحات البحريه، الحدود البحريه داخل البحر التي تمتد عادة لمسافة 12 ميل بحري من الخط الأساسي للساحل، اللي هو خط الساحل إيه؟ الأساسي يا جماعة. من الخط هنا الأساسي للساحل، تمام؟ من الخط هنا الأساسي للساحل تبدأ تعد 12 ميل داخل البحر. هي دي الحدود البحرية بتاع إيه؟ بتاع الدولة. بنقول عليها إيه؟ بنقول عليها إيه يا جماعة؟ مياه إقليمية للدولة. طيب من الخط الأساسي للساحل، غير أن الدولة المصرية أدركت أهمية الثروات المختلفة في البحر المتوسط عند حدودها الشمالية. ركز معايا يا جماعة، ركز معايا. البحر ده متقسم يا جماعة لعدة كده أقسام، المفترض إن أنت ده معروف في الجغرافيا السياسية اللي هي المياه الإقليمية والمياه الدولية وما علينا. طيب مش هدخلها في القصة ده بس ركز معايا. أي دولة لها مياه إقليمية، تمام؟ المياه الإقليمية دي لا يحق لأي دولة تاني دخولها، زي البر بالظبط، زي الحدود البرية بالظبط اليابس اللي احنا خدناه. ما ينفعش إن أنت تدخله، تمام، إلا بإذن من الدولة، إلا بإذن من مصر، تمام؟ ما ينفعش إن أنت تعمل فيه أي مناورات عسكرية، أي سفينة، أي حد يجتاز المياه الإقليمية الحدود بتاعتك جوه المية دي يتم التعامل معاه فورا من قبل القوات البحريه بتاع الدوله، تمام؟ طيب المياه الاقليميه قال لي هي المساحات البحريه التي تمتد عاده لمسافه 12 ميل بحري. لازم يا جماعه الحدود البحريه تكون متقسمه، وليكن افرض تمام لقينا حقل غاز زي ما حصل كده في البحر المتوسط، لقينا حقل غاز ضخم بمئات المليارات الدولارات، تمام؟ كان ما يقارب في 2015 تقريبا، تمام؟ اللي هو وصل تقريبا مئات المليارات من الدولارات، تمام؟ طيب الثروات دي، ما احنا كده الدنيا هتتخانق على الثروات دي، هتتخانق على الغاز اللي تم العثور عليه في البحر المتوسط. عشان كده بقى هنبدا مين اللي هيحل المشكله دي؟ المياه الاقليميه. والله يا باشا انت شوف انت لقيت ايه في المياه الاقليميه بتاعتي، وانا لقيت ايه في المياه الاقليميه بتاعتي، وانت لقيت ايه في المياه الاقليميه بتاعتك، وخده. عرفت يا باشا ليه هنا المياه الاقليميه في منتهى الخطوره؟ اذا المياه الاقليميه هي المساحات البحريه، الحدود البحريه التي تمتد عاده لمسافه 12 ميل بحري. خلاص؟ يعني ما يقارب 22 كيلو جوه الميه، تمام؟ كيلومتر جوه الميه. طيب من الخط الاساسي للساحل، بتبدا منين؟ من الخط الاساسي للساحل. خلي بالك بقى
غير أن الدولة أدركت أهمية الثروات المختلفة في البحر المتوسط. أدركت فكرة وأهمية الثروات اللي هو الغاز، خاصة الغاز. أكتر حاجة يا جماعة بتتلاقى جوه البحار الغاز، تمام؟ وطبعا مليانة ثروات البحار يا جماعة، تمام؟ في البحر المتوسط عند حدودها الشمالية. وبكده دي المياه الإقليمية. إذا أنا خدت يا جماعة كده حدود الدولة، خدت أول حاجة اليابس، ثانيا المياه الإقليمية. طيب 3 المجال الجوي. المجال الجوي للدولة يا جماعة. طيب هو مصر المجال الجوي ده موضوع كبير، تمام؟ هو المجال الجوي، ركز معايا. انت دلوقتي البيت بتاعك اهو، ده البيت بتاعي مثلا. المجال الجوي ايه؟ هو السقف بتاع السطح بتاع البيت بتاعك. شفت انت السطح كده؟ تمام؟ ينفع انت مثلا واحد يجي فوق السطح عندك كده فوق ويعمل لك مثلا اي حاجه؟ تمام؟ هو ده يا جماعه اللي هو ايه بقى المجال الجوي؟ اللي هو المساحه الرئيسيه التي تعلو الحيز الجغرافي للدوله، اللي هو الايه الحيز الجغرافي؟ اليابس والمياه الاقليميه. فوق اليابس والمياه الاقليميه اللي هي الحدود البحريه اللي احنا خدناها، فوقها على طول ده اسمه المجال الجوي. ما ينفعش حد يدخله او طياره تدخله من غير اذن منك. طب افرض يا مستر دخل، يتم اسقاطها على طول. لو دخلت من غير اذن، افرض الطياره دي داخله ترمي عليها قنبله نوويه او داخله تغتال حد، تمام؟ او اللي هو المساحه الرئيسيه اللي هي فوق يا جماعه، فوق على طول. فوق ايه؟ 2 اليابس والايه؟ والمياه الاقليميه للدوله، وتمارس الدوله سيادتها عليها. ركز معايا. في 2016 جت، بص المثال ده، جت روسيا كانت رايحه تضرب، طياره روسيه كانت رايحه تضرب مين؟ سوريا. فراحت معديه في المجال الجوي التركي من غير اذن. خلي بالك، من غير اذن تركيا. راحت داخله كده. اول ما تركيا لقيت جسم غريب وطياره غريبه، افرض راح تغتال الرئيس، راح تم ضربها على طول. نظام الدفاع الجوي التركي راح موقع الطياره الروسيه. بسبب الموضوع ده يا جماعه كانت هتقوم حرب عالميه بسبب القصه دي، لان احنا عارفين ان تركيا في عضو في حلف الناتو، تمام؟ فبسبب الطياره اللي وقعت دي، كان الدنيا ما بين روسيا وتركيا كانت على الاخر. طيب طلع ساعتها انا فاكر بوتين راح قال لك ايه؟ الرئيس الروسي بوتين راح قال لك ايه؟ احنا تم طعننا في ظهرنا من قبل اصدقائنا الاتراك، لان احنا كنا داخلين ضيوف جوه المجال الجوي التركي. راح طلع اردوغان رئيس تركيا ساعتها قال لك ايه؟ قال لك ما فيش ضيوف من غير دعوه. ما ينفعش حبيبي تخش المجال الجوي بتاعي من غير ما تكون مستأذن مني، تمام؟ طيب اهو قال لي كده. فراح تم ايه؟ طبعا تم اسقاطها. وكان ليه يا جماعه الحق القانوني، لان انت دخلت المجال الجوي بتاعي من غير ايه؟ اذني. اذا هو المجال الجوي اللي هو المساحه الرئيسيه التي تعلو مين؟ تعلو 2 اليابس والمياه الاقليميه للدوله، وتمارس الدوله سيادتها ايه؟ عليها. لم تكن مصر يوما مجرد خطوط على الخريطه، بل كانت رمزا لوحده الوطن، تمام؟ واستقراره، وشاهدا على عراقه دولته. وتواصل الدوله المصريه اداء دورها في حمايه حدودها البريه والبحريه والجويه، والدفاع عن سيادتها لتظل امنه ومستقره على مواصله مسيرها. وبكده يا جماعه خدنا الركن الثاني من اركان الدوله، الا وهو الحيز الجغرافي. قسمنا يا جماعه الحيز الجغرافي لكم قسم؟ كم قسم يا جماعه؟ 3: اليابس، المياه الاقليميه اللي هو الحدود البحريه، والمجال الجوي، تمام؟ قسمنا اليابس لكم قسم؟ 4: حدود شماليه اللي هي البحر المتوسط، حدود بحريه، حدود غربيه اللي هي حدود مع ليبيا وتم تقسيمها على اساس 25 خط طول غرب مصر، تمام؟ طيب وحدود جنوبيه اللي هي عند 22 دائره عرض جنوبا بتفصل مصر عن السودان، تم توقيعها في 1899 وفقا لاتفاقيه الحكم الثنائي. 3: وحدود شرقيه اللي هي تتمثل في خط الساحل البحر الاحمر وخليج العقبه والحدود البريه مع دوله فلسطين. بعد كده يا جماعه خدنا المجال الجوي، المياه الاقليميه اللي هي الحدود البحريه، تمام؟ وبعد كده خدنا المجال الجوي. وبكده خلصنا الحيز الركن الثاني من اركان الدوله وهو الحيز الجغرافي. الركن الثالث من اركان الدوله يا جماعه هو ايه؟ السلطه. تشمل السلطه المؤسسات التي تدير الدوله وتضع القوانين. تاني، تشمل السلطة المؤسسات التي تدير الدولة. تشمل السلطة كده المؤسسات التي تدير الدولة، وهناخدها دلوقتي. وتضع القوانين وتعمل على
تنفيذها وتحافظ على الأمن العام. وقد نص الدستور المصري على مكونات السلطة. ركز معايا. إذا يا جماعة تشمل السلطة المؤسسات الإيه؟ التي تدير الدولة، اللي بتحكم الدولة وبتضع القوانين. يبقى المؤسسات دي وظيفتها إيه؟ 1. حماية الدولة أو إدارة الدولة. 2. وهي اللي بتضع القوانين المنظمة للدولة دي. طيب تنفذ كمان إيه؟ الدولة القوانين دي. 4 أو 3 تحافظ على الأمن العام. مهام السلطة إيه؟ تحافظ على الأمن العام. ونص بقى الدستور اللي هو العمود الفقري للدولة نص على مكونات السلطة. إيه هي يا جماعة مكونات السلطة؟ تمام؟ تعال نشوف يا جماعة مواد الدستور اللي بتنظم السلطة والمؤسسات دي. إيه دور كل مؤسسة في الدولة؟ هل العملية سلطة؟ كل واحد ليه سلطة هو يعتدي على التاني؟ لا يا باشا، العملية ماشية وفق قوانين ومواد دستورية بتنظم. الجيش سلطته ايه؟ الشرطة سلطتها ايه؟ مجلس النواب سلطته ايه؟ الرئيس اصلا سلطته ايه؟ مجلس الوزراء الحكومة سلطته ايه؟ القضاء سلطته ايه؟ الموضوع يا جماعة منظم. مين اللي بينظمه؟ الدستور. طيب ايه يا جماعة مواد الدستور ديت؟ 1. المادة 101. تعال نشوف مواد الدستور ديت اللي بتحدد دور مؤسسات الدولة وكده. 1. يتولى مجلس النواب. المادة 101 بتقول لك ايه؟ 1. يتولى مجلس النواب. يتولى ايه؟ سلطة التشريع. يبقى ده سلطة ايه؟ أول سلطة معانا ايه؟ سلطة ايه؟ سلطة تشريعية. طيب مهمة هي السلطة التشريعية ديت؟ قال لي بتتمثل في مين؟ مجلس النواب. مجلس النواب اللي هو مين يا مستر؟ اللي هو مجلس الشعب المنتخب. طيب اللي هم قلنا عليهم ايه في الاول؟ يلا ركز كده معايا. اللي هم قلنا عليهم ايه؟ بيتم انتخابهم من قبل الشعب، اللي هم ممثلي الشعب. تاني المادة 101 بتقول لك ايه؟ بتقول لك يتولى مجلس النواب. يتولى ايه؟ سلطة التشريع. يعني ايه سلطة التشريع؟ يعني اصدار القوانين. اذا كده اصدار القوانين من مهام مين؟ من مهام السلطة التشريعية اللي هي بيمثلها مين؟ مجلس النواب. تاني يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة. هو اللي بيحط الشكل العام لسياسة الدولة بس كده. وإيه كمان؟ والخطة العامة للتنمية الاقتصادية. هو اللي بيحط لك الخطة العامة للتنمية الاقتصادية. هنعمل إيه في الزراعة؟ هنعمل إيه في الصناعة؟ هنعمل إيه في التجارة؟ تمام؟ والاجتماعية. التعليم، إزاي هنقضي على الفقر؟ خلاص، إزاي هنقضي على العشوائيات؟ إيه كمان من مهام مجلس النواب؟ والموازنة العامة للدولة. هو اللي بيحدد او بيحط الموازنه العامه للدوله او بيعد الموازنه العامه للدوله. يا جماعه يعني ايه الموازنه العامه للدوله؟ ركز معايا. الموازنه العامه للدوله دي يعني كام يا جماعه بيخص التعليم؟ يعني مثلا لو مصر بيخش لها 100 مليار، كام بيخص التعليم؟ كام بيخص الصحه؟ كام بيخص الدفاع اللي هو الجيش؟ كام بيخص الصناعات العسكريه؟ خلاص، كام بيخص القضاء على الفقر وخطط الاسكان؟ ماشي؟ طيب والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال مين؟ السلطة التنفيذية. هو اللي بيراقب السلطة التنفيذية. يعني ايه مصر السلطة التنفيذية؟ اللي هي الرئيس، الحكومة، الوزير. زي مثلا يا جماعة كده الوزير بتاعنا وزير التربية والتعليم لما حط نظام البكالوريا. طبعا أنا شايف ان نظام البكالوريا أفضل من الثانوية العامة. لما حط نظام بكالوريا جه هنا مجلس النواب راح جايب الوزير موقفه، قال له انت بناء على ايه حطيت نظام البكالوريا؟ تمام؟ وما قدرش ان هو الوزير بتاعنا ان هو يطبق نظام بكالوريا الا لما تم الموافقه عليه من مجلس النواب. الوزير التربيه والتعليم ده سلطه ايه؟ سلطه تنفيذيه. مين اللي هيراقبه؟ مجلس النواب اللي هو السلطه التشريعيه. تاني من مهام مجلس النواب يمارس الرقابه على اعمال السلطه التنفيذيه، وذلك كله على النحو المبين فين؟ في الدستور. الدستور هو اللي بيحدد مجلس النواب يعمل ايه وما يعملش ايه. اذا يا جماعه الماده 101 بتتكلم عن اعمال السلطه التشريعيه اللي بيمثلها مجلس النواب. ايه هي سلطه المجلس النواب؟ اللي ليه سلطه التشريع اللي هي اصدار القوانين. 1. مهام مجلس النواب: 1. اصدار التشريع. 2. اقرار السياسه العامه للدوله. هو اللي بيحط الاطار العام بتاع السياسه للدوله. 3. الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 4. الموازنة العامة للدولة. 5. يمارس الرقابة على
اعمال السلطه التنفيذيه. كل ده وفقا لمين؟ وفقا للدستور. طيب دي الماده 101. 2 الماده 139 بتقول لك ايه؟ دي خاصه بالسلطه مين؟ التنفيذيه. يبقى دي خاصه مين؟ بالسلطه التنفيذيه. طيب مالها ديت؟ قالت لك رئيس الجمهوريه هو رئيس الدوله. ده الماده 139 خاصه بمين؟ بالسلطه التنفيذيه. يلا مين بقى رئيس السلطه التنفيذيه؟ رئيس الجمهوريه هو رئيس الدوله، ورئيس السلطه التنفيذيه يرعى مصالح الشعب ويحافظ. مهام الرئيس ايه؟ 1 يرعى مصالح الشعب، يحمي الشعب ويرعى مصالحه، ويحافظ على استقلال الوطن، يحافظ على حريه وقرار السيادي للدوله ووحده اراضيه وسلامتها. اذا ماده 139 بتكلمنا عن السلطه التنفيذيه، بتقول ايه؟ ان رئيس الجمهوريه ماله؟ هو رئيس الدوله. 2 رئيس السلطه التنفيذيه اللي هي الحكومه يعني يرعى مهامه ايه؟ طيب يرعى مصالح الشعب، بيحمي مصالح الشعب ويراعيني ويراعيك، تمام، ويحافظ على استقلال الوطن ووحده وسلامه ايه؟ اراضيه. طب الماده 163 بقى بتكلمك عليه برضو عن السلطه التنفيذيه، بتقول لك ايه؟ الحكومه هي الهيئه التنفيذيه والاداريه العليا للدوله. الحكومه هي الهيئه الاداريه العليا للدوله، هي الهيئه العليا للدوله رقم 2 بعد الرئيس. وتتكون من مين بقى الحكومه ديت؟ رئيس مجلس الوزراء اللي هو مصطفى مدبولي حاليا، ونوابه النائب الرئيس مجلس الوزراء، ومين كمان؟ والوزراء زي وزير التربيه والتعليم، وزير الداخليه، وزير الدفاع، ونوابهم. تاني يا جماعه 163 بتكلمنا عن ايه؟ بتحدد لي مين هي الحكومه. قال لي الحكومه هي الهيئه العليا، الهيئه التنفيذيه والاداريه العليا. يبقى هي كده ضمن السلطه الايه؟ السلطه التنفيذيه رقم 2 في السلطه التنفيذيه بعد رئيس الدوله. طيب تتكون من مين؟ 1 رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. في مشكله كده يا جماعه في الماده 163 اخر ماده معانا من مواد الدستور، وهي السلطه القضائيه، السلطه الثالثه. مالها السلطه القضائيه؟ قال لي هي سلطه مستقله تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها. سلطه اللي هي سلطه القضاء يا جماعه، اللي هو القاضي ماله؟ قال لي تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون. ركز معايا، الماده 184 بتكلمنا عن السلطه الثالثه في الدوله، وهي السلطه القضائيه اللي هي القضاء. القضاء يا جماعه في شرط مهم جدا جدا في منتهى الاهميه، وهو تمام ان يكون مستقلا. لازم يا جماعه القضاء في اي دوله ديمقراطيه سليمه لازم يكون مستقل. يعني ايه يا باشا مستقل؟ لا رئيس الدوله ولا مجلس النواب ولا اي حد ليه اي سلطه، ولا الجيش ولا الشرطه ولا اي حد ليه اي سلطه على مين؟ على القضاء او على القاضي. وطبعا يا جماعه كان من رواد الموضوع ده القضاء الاسلامي. القضاء الاسلامي يا جماعه كان بيوصل ان القاضي الخليفه نفسه ما يقدرش يتدخل في ايه؟ في القرار بتاعه. اذا السلطه القضائيه لازم تكون مستقله. طب مين اللي بيمثل السلطه القضائيه؟ المحاكم على اختلاف انواعها. محكمه الاسره، محكمه الجنايات، المحكمه الدستوريه العليا. دي يا جماعه انواع واختصاصات. محكمه الاسره عندك محاكم اللي هي المدنيه، المحاكم الجنائيه اللي هي خاصه بالحوادث السرقه والقتل. تمام؟ طيب على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون. القانون اللي حطه مين؟ مجلس النواب. خلاص تمام؟ فيها مشكله دي يا جماعه؟ اذا دي السلطات معايا الثلاثه الخاصه اللي بيمثل الدوله، وهم 1 السلطه التشريعيه اللي هي سلطه مجلس النواب. 2 السلطه التنفيذيه بيمثلها 2 رئيس الدوله والحكومه اللي هي رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء. 3 السلطه القضائيه، ودي بتتكلم عنها الماده 184، ودي لازم تكون مستقله. خلاص؟ وبكده احنا شفنا يا جماعه الاربع مواد اللي بتكلمني عن سلطات ايه؟ سلطات الدوله اللي هي السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه. طيب زي كده يا جماعه ما فهمنا المواد اللي بتكلمني وبتحدد لي سلطات الدوله الثلاثه، يلا نبدا مع بعض نشوف سلطات الدوله. اولا السلطه التشريعيه مالها؟ قال لي متمثله في مجلس النواب زي ما قلنا، وتقوم باقرار السياسه العامه للدوله. هي اللي بتحدد الاطار العام بتاع سياسه الدوله.
خلاص. ووضع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، هي اللي بتحط لي خطة التنمية الاقتصادية زي ما شفنا في مواد الدستور، اللي هي الموازنة الايه؟ العامة. طيب، والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وتمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. تاني يا جماعة، أول سلطة معايا من سلطات الدولة مين؟ قال لي السلطة التشريعية، اللي مين بيمثلها؟ مجلس النواب، اللي هو مجلس الشعب المنتخب. اتفقنا يا جماعه؟ عرفنا مين هو مجلس الشعب المنتخب، اللي هم اللي احنا بننتخبهم في مجلس الشعب. تاني، السلطه التشريعيه متمثله في مجلس النواب، تقوم بمين؟ باقرار السياسه. مهام مجلس النواب واحد اهو، تمام، اقرار السياسه العامه للدوله. 2، وضع الخطه العامه للتنميه الاقتصاديه، وده دور اقتصادي واجتماعي. تمام. 3، الموازنه العامه للدوله. 4، تمارس الاعمال على السلطه التنفيذيه. تمام. اول كده معايا سلطه يا جماعه، وهي السلطه التشريعيه. تعالوا نشوف يا جماعه السلطه اللي بعدها على طول، وهي السلطه التنفيذيه. طيب، ايه يا جماعه السلطه التنفيذيه؟ قال لي يعتبر رئيس الجمهوريه، زي ما خدنا في المواد بتاع الدستور يا جماعه، يعتبر رئيس الجمهوريه رئيسا للسلطه التنفيذيه. اذا اعلى راس كده يا جماعه، اعلى واحد في السلطه التنفيذيه. يعني ايه مستر اصلا السلطه التنفيذيه؟ السلطه التنفيذيه يا جماعه هي اللي بتنفذ القوانين بتاع السلطه التشريعيه، هي اللي بتنفذها على الارض. يعني عضو مجلس النواب ما يتدخلش في السلطه التنفيذيه، هو بس يحط القانون، ومين اللي ينفذه؟ السلطه التنفيذيه. مين رئيسها؟ رئيس الجمهوريه، هو رئيس السلطه التنفيذيه. ماله ايه مهمه؟ يرعى مصالح الشعب زي ما شفنا في مواد الدستور، يرعى مصالح الشعب. 2، يحافظ على استقلال الوطن. 3، واهميه وسلامه اراضيه. يبقى دي كده السلطه ايه؟ التنفيذيه. طب 3، السلطه الايه؟ القضائيه، تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها. قلنا محكمة الأسرة، محكمة الجنايات، محكمة الدستورية العليا. تتولاها السلطة القضائية اللي هي القضاء، اللي إصدار الأحكام. تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا لمين؟ وفقا للقانون. وفقا لمين؟ وفقا للقانون. طيب، إذا كده يا جماعة أنا عندي خلصت السلطات الثلاثة، وهي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. أهمية السلطة يا جماعة. طيب، اولا الحفاظ على النظام والقانون. يبقى ايه يا جماعه في الجزء ده احنا هنفهم ايه هو اهميه السلطه. 1، اهميه السلطه للدوله ان هي بتحافظ على النظام والقانون، بتمنع الدوله من الفوضى، من الدخول في حاله فوضى او هيجان. تمام. 2، تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. يبقى السلطه اللي هي الحكومه، السلطه التنفيذيه، بتعمل ايه؟ من مهامها تحقيق الاستقرار السياسي. يعني ايه؟ يعني مثلا كل سلطه ملتزمه بالحاجات او بالمهام اللي حددها الدستور. تحقيق الاستقرار السياسي يعني معنى مثلا منع دخول البلاد في حرب اهليه. خلاص. طيب، تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. 3، حمايه حقوق المواطنين. خلاص. من مهام السلطه يا جماعه، او من اهميه السلطه برضو، ان هي تحمي حقوق مين؟ المواطنين. يعني انت مثلا اتخذ منك حاجه، حد سيطر على الارض بتاعتك او كذا، حد اعتدى عليك، مين اللي هيحميك ويجيب لك حقك؟ مين؟ السلطه. 4، تمكين الدوله من ممارسه سيادتها. تمكين الدوله ان هي بتخلي الدوله تمارس ايه؟ سيادتها، سواء على السياده الداخليه او السياده الخارجيه. وبكده يا جماعه احنا خدنا السلطه اللي هي الركن الثالث من اركان الدوله، وهو السلطه قسمناها لثلاث انواع: السلطه التشريعيه اللي هي مجلس النواب، السلطه التنفيذيه اللي هي بيمثلها 2 رئيس الجمهوريه والحكومه اللي هو مجلس الوزراء، والسلطه القضائيه ودي لازم تكون مستقله واللي هي بتمثلها المحاكم. وبعد كده خدنا اهميه السلطه ايه للدوله. تمام. طيب، الركن الرابع يا جماعه من اركان الدوله. كده انا خدت يا جماعه 3 اركان من اركان الدوله، وهم الشعب، الحيز الجغرافي، تمام، اللي هي المساحه، و3 اللي هي السلطه. 4 يا جماعه السياده. طيب، ايه هي السياده يا جماعه؟ يعني ايه سياده؟ ركز معايا عشان تفهم يعني ايه السياده. السياده تعني استقلال الدوله في اتخاذ القرارات. استقلال تام للدوله في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بشؤونها الداخليه او الخارجيه، من دون خضوع لسلطه خارجيه. بص يا باشا، السياده دي هي اهم علامه على ان الدوله دي مستقله ولا مش مستقله. قال لي السياده تعني استقلال الدوله في اتخاذ القرارات فيما يتعلق، سواء القرارات دي اللي هتاخدها، تمام، او القوانين اللي هتعملها،
تتعلق بالشؤون الداخليه او الخارجيه من دون الخضوع لاي سلطه خارجيه. ركز معايا، هدي لك مثال بسيط حي معاك هتقدر ان انت تفهمه. طيب، اثناء الحرب اللي احنا شفناها بتاع غزه، تمام، شفنا انه حاولت الكيان او حاولت امريكا ان هي تفرض على مصر فكره تهجير اهالي غزه. تهجير اهالي غزه فين؟ لمصر. طيب، ده كان هيعني ايه لو حصل الموضوع ده؟ كان هيعني ببساطه تصفيه القضيه الفلسطينيه. جت الدوله بتاعتنا اخذت قرار قاطع، وكان بيدعمها طبعا الدول العربيه الاسلاميه، بمنع تهجير اهل غزه، وشفنا اللي حصل يا جماعه. طيب، اتنفذ القرار بالتهجير ولا ما اتنفذ؟ ما اتنفذ. ده دل على ايه؟ دل على ان الدوله بتاعتنا السياده قدرت ان هي تتخذ قرار وهو منع تهجير اهل غزه على الرغم من الضغوط الرهيبه اللي فرضت، تمام، فيما يتعلق بشؤونها الداخليه او الخارجيه دون الخضوع لسلطه خارجيه. اخذنا القرار ومنعنا التهجير على الرغم منين؟ وده على الرغم منين؟ من الضغوط اللي من بره، وده ادى الى تحقيق السياده بتاعتنا. اذا تاني السياده يا جماعه تعني استقلال الدوله في اتخاذ قراراتها فيما يتعلق سواء القرار ده بالشؤون الداخليه او بالشؤون الخارجيه. خلي بالك المهم من دون الخضوع لسلطه اي سلطه خارجيه، يعني نفوذ دوله اجنبيه. فيها مشكله كده يا جماعه؟ ده السياده. انواع السياده لها نوعين يا جماعه. اولا السياده على الشؤون الداخليه، 2 السياده على الشؤون الخارجيه. اذا يا جماعه انواع السياده كام؟ السياده اللي هي فرض السيطره والاستقلال، تمام. السياده يا اما سياده على الوضع الداخلي يا اما سياده خارجيا. اولا السياده على الشؤون الداخليه تشمل السياده على الشؤون الداخليه؟ تشمل حريه الدوله في سن القوانين، ان هي تطلع القوانين اللي هي عاوزاها. 2 حفظ الامن، ان الدوله تحفظ الامن بتاعها، تمام. 3 تدير شؤون المواطنين، اداره شؤون المواطنين دون ضغوط خارجيه. اذا السياده الداخليه يا جماعه تشمل تشمل 3 حاجات: حريه الدوله في سن القوانين، الدوله تطلع القوانين اللي هي عاوزاها، تمام. 2 حفظ الامن، خلاص، ان هي تحفظ الامن بتاع الدوله من غير ما اي دوله خارجيه تتدخل وتقول اعملي كذا او ما تعمليش كذا، تمام. اداره شؤون المواطنين دون ضغوط خارجيه، خلاص. طيب السياده الخارجيه، هي بقى السياده الخارجيه قال لي اللي هي خاصه بعلاقات الدوله بره خارجيا، يعني مع الدول الاخرى. قال لي السياده على الشؤون الخارجيه وتشمل استقلال الدوله في علاقاتها الدوليه وحريتها في ابرام يعني عقد المعاهدات واقامه العلاقات الدبلوماسيه وحمايه المصالح الوطنيه والتمثيل امام المنظمات الدوليه. تاني، يعني ايه السياده على الشؤون الخارجيه؟ قال لي بص، ببساطه ان الدوله بتاعتك تعمل اللي هي عاوزاه بره، سواء خلي بالك علاقه دوليه، اقيم العلاقه مع اي حد. بص مصر مثلا بتعمل لها علاقات كويسه بامريكا، وفي نفس الوقت لها علاقات كويسه بالصين، وفي نفس الوقت لها علاقات كويسه بروسيا. والثلاثه دول بيمثلوا حاجه اسمها في العلاقات الدوليه تضاد، يعني هم عكس بعض، تمام. ده معسكر وده معسكر تاني. المعسكر بتاع روسيا والصين ده معسكر، وامريكا واوروبا روسيا معسكر تاني اللي هو المعسكر الغربي. ومع ذلك انت ليك علاقات كويسه مع الاثنين. ده بيدل على حريتك او ان انت عندك سياده على الشؤون الخارجيه. انت بتعمل علاقات مع اي حد انت عاوزه من غير ما حد يقول لك انت تعمل او ما تعملش تشمل استقلال الدوله في علاقاتها الدوليه، تعمل العلاقات اللي هي عاوزاها مع اي دوله. 2 حريتها في ابرام المعاهدات اللي هي عاوزاها. زي ما يا جماعه لسه احنا شايفين عندنا معاهده دفاع مشترك اسلاميه ما بين تركيا والسعوديه، لسه متوقعه الاسبوع اللي فات دي، تركيا والسعوديه وباكستان. مصر هنا قال لك احتمال ان هي تنضم ليها او ما تنضمش ليها، دي حريه، تمام. ده بيمثل السياده الوطنيه بتاعتنا، ان احنا في الوقت اللي احنا عاوزينه نوقع على المعاهده او في الوقت اللي احنا عاوزينه ما نوقعش عليها. ده بيمثل سياده خارجيه اهو، حريتها في ابرام يعني في عقد المعاهدات. كمان اقامه العلاقات الدبلوماسيه مع الدوله اللي انا عاوزها، وحمايه المصالح الوطنيه، ان انا احمي مصالح الدوله بتاعتي. زي مثلا سد النهضه دوت، ان انا لو الوقت رحت ضربت سد النهضه دوت وهديته، تمام، ده حمايه للمصالح الوطنيه. والتمثيل 4 امام المنظمات الدوليه. المنظمات الدوليه يا جماعه اللي هي الامم المتحده، مجلس الامن،
الحاجات دي ان انا امثل الدوله بتاعتي فيها، ده يدخل ضمن الايه السياده الخارجيه للدوله. اذا انواع السياده كم نوع؟ 2، سياده داخليه وسياده خارجيه. السياده الداخليه تشمل ايه؟ 4 حاجات هم. قال لي حريه الدوله في سن القوانين، 2 حفظ الامن، 3 اداره شؤون المواطنين ولكن من دون ضغوط خارجيه. السياده الخارجيه تشمل استقلال الدوله في علاقاتها الدوليه، 2 حريه الدوله في عقد المعاهدات، 3 إقامة العلاقات وحماية المصالح الوطنية، 4 التمثيل أمام المنظمات الدولية. وبكده يا جماعة خلصنا الركن الرابع من أركان الدولة وهو السيادة. وبكده يا جماعة خدنا أركان الدولة الأربعة وهم: 1 الشعب، 2 الحيز الجغرافي، 3 السلطة، و4 السيادة، وقسمناها لسيادة داخلية وخارجية. وبكده يا جماعة هناخد الجزء اللي جاي إن شاء الله مقومات ونشأة الدولة المصرية وعوامل قيامها ان شاء الله في الجزء اللي جاي. استنوا الفيديو هينزل لكم كمان يومين 3 ان شاء الله. يلا السلام عليكم.